كل يوم بيجي لي نفس السؤال، عايز اتعلم برمجه واشتغل واقبض بالدولار، ابدا منين؟ فخليني بقى اقول لك الحقيقه اللي محدش بيقولها. لو بدات غلط ممكن تضيع سنين من عمرك من غير ما تشتغل ولا حتى تفهم انت بتعمل ايه، ولو بدات صح في خلال سنه واحده بس ممكن تبقى مبرمج شغال وعندك مشاريع بتتكلم عنك. انا مش هديك كلام عام النهارده، هديك الخريطه الحقيقيه اللي كنت اتمنى تبقى في ايدي وانا ببدا، مش كورسات عشوائيه ولا نصائح متكرره، خطه متقسمه مراحل، كل مرحله فيها خطوات واضحه واخطاء لازم تخلي بالك منها، وهتشوف بنفسك ان طريق البرمجه مش محتاج سنين، محتاج طريقه. في الفيديو ده بقى هنتكلم عن ازاي تبدا صح من اول يوم، ازاي تختار مجالك من غير حيره ولا تشتت، ازاي تطبق وتبني مشاريع فعلا تخليك جاهز للشغل، وكمان هقول لك على النظام اللي لو مشيت عليه هتتعلم اسرع من اي وقت قبل كده. وخليك معايا للاخر لان محضر لك هديه جامده جدا هتختصر لك سنين وهتخليك تطلع من الفيديو ده بخطه واضحه تمشي بيها من دلوقتي. السلام عليكم، انا طارق العبد وده طريقك لتعلم البرمجه من الصفر لحد ما تشتغل. اغلب الناس اول ما تبدا تتعلم برمجه بتعمل غلطه بتضيع منهم شهور وسنين، بيقول لك انا هقعد اتاسس الاول سنتين ثلاثه وبعدها ادخل المجال. بس الحقيقه هو ممكن عادي تاخد الفتره دي، بس مفيش حاجه اسمها مده ثابته للتاسيس، مفيش اسطمبه واحده تنفع لكل الناس. الاساسيات مهمه جدا، احنا كلنا متفقين على كده، بس الاهم انك تبنيها بعقل مش بزمن. بص، الاساسيات دي هي العمود الفقري لاي مبرمج. عندك بقى الفاريبلز، الكونديشنز، اللوبس، الفانكشنز، البروبلم سولفنج، وبعدين الاو او بي، داتا ستراكشرز اند الجوريثمز، واشياء اخرى لو تقدر تزودها زي الداتابيزز والاوبريتنج سيستمز والكومبايلرز وغيرهم، هتلاقيهم في الهديه اخر الفيديو ان شاء الله. وطبعا لو مش عارف ايه الكلام اللي انا بقوله ده، معلش انا عارف ان الموضوع صعب، ولكن اكتب الحاجات دي كلها وابحث عنهم بعد الفيديو. لكن الفكره مش انك تحفظهم، الفكره انك تتعايش معاهم. يعني وانت بتتعلم اللوبس مثلا حل بيها مسائل، جرب افكار جديده. وانت بتتعلم الاو او بي طبقها على ميني بروجكت بسيط، حتى لو كالكوليتور ولا تو دو اب صغير. ومفيش مشكله خالص انك تبدا تتعلم مجال او تكنولوجي وانت لسه بتكمل في الاساسيات. انا بقالي اكتر من 10 سنين شغال في المجال، وحتى الان لسه بذاكر وبسترجع حاجات في الاساسيات دي لانها عمرها ما تخلص. في ناس اتاسسوا بشكل مركز في 4 شهور وبداوا يذاكروا فلاتر ولا ويب، اي مجال بشكل عام، وفي نفس الوقت بيكملوا تاسيس ويحلوا مسائل كل يوم ويتعلموا حاجات جديده في الاساسيات. بالعكس، اوقات ده بيكون احسن في ظروف كتير، لان انت وقتها بتطبق اللي بتتعلمه في الاساسيات على حاجه فعليه موجوده في المجال اللي بتشتغله. وفي ناس تانية ظروفها مختلفه، ممكن ياخدوا سنين في التاسيس والدنيا جميله وبرضه صح، مفيش اي مشكله. الفرق مش في المده، الفرق في الاستمراريه والتطبيق، واللي ينفع معاك مش لازم ينفع مع غيرك. انا مثلا قابلت ناس اتاسسوا في شهور وبعدين اتعلموا التكنولوجي واشتغلوا، وما شاء الله من اقوى المبرمجين اللي ممكن اشوفهم دلوقتي. وطبعا اتوظفوا على طول لانهم كل يوم بيطبقوا وبيتعاملوا مع الكود كانه لغه بيكلموها مش كتاب بيحفظوه. اللي هيفرقك عن اي حد تاني مش عدد الشهور ولا السنين اللي اتعلمت فيها، لكن قد ايه عشت الاساسيات فعلا. فانت حر في المده، بس خليك مستمر على الممارسه. ابدا من النهارده حتى لو نص ساعه، حل مساله، اكتب كود، جرب فكره، لان كل سطر كود بتكتبه بايديك هو طوبه جديده في الاساس اللي هتبني عليه مستقبلك كمبرمج. واحده من اكتر المشاكل اللي بتضيع الناس في اول طريقهم في البرمجه انهم بيمشوا ورا كل صوت بيسمعوه، كل يوم كورس جديد، كل يوم حد بيقول راي مختلف، وفي الاخر دماغك تبقى عامله زي هارد فيه 100 فولدر مفتوح في نفس الوقت. النتيجه بعد سنين مذاكره تكتشف انك بدات 10 كورسات وما خلصتش واحد فيهم. انا كنت كده بالظبط، كنت ادخل كورس على يوتيوب اكمل نصه وبعدها اشوف حد بيقول الكورس ده وحش، تعال على الكورس التاني ده احسن، ادخل التاني وبعد اسبوع ازهق وابدا ادور على كورس تالت. بس اللي اكتشفته بعد سنين ان تعدد المصادر مش معناه انك بتتعلم اكتر، ده معناه انك مش بتكمل اي حاجه. القانون البسيط اللي غير كل حاجه بالنسبه لي، اختار مصدر واحد متكامل من وجهه نظرك حتى لو مدفوع وكمله للاخر، بس المهم انك تكمله فعلا. وانت بتتعلم من المصدر ده امشي على قاعده بسيطه جدا، 70% تطبيق 30% نظري. يعني لو عندك ساعه في اليوم بتذاكر فيها، اتفرج على 20 دقيقه فيديو او اقرا الدرس، وال 40 دقيقه الباقيين اشتغل بايديك. مش مهم تعمل مشروع ضخم، المهم طبق اللي اتعلمته فورا. انا فاكر مره كنت بتعلم اندرويد بالجافا، اتفرجت على درس صغير عن الريسايكلر فيو وبعدها على طول قررت اعمل بيه ابلكيشن بسيط يعرض تاسكس، تو دو اب او كده. طبعا كعاده
كانت اي حاجه بتحصل معانا الابلكيشن وقع من اول مره اساسا. المره الثانيه بدات الدنيا توضح نص نص. المره الثالثه بدا ان هو يشتغل تمام، وساعتها فهمت اللي كان بيتشرح بشكل كويس. ونفس مبدا ال 70 30 ده كنت بطبقه برضو لما كنت بتعلم داتا ستراكشرز والجوريثمز. بعد كل درس عن الستاك او الكيو مثلا كنت ادخل على ليد كود او هاكر رانك وادور على المسائل اللي بتلعب على المنطقه دي، اجرب عليها الفكره اللي لسه شايفها. فلازم تعرف ان مفيش حاجه بتثبت المعلومه زي انك تجربها بنفسك. المعلومه اللي بتشوفها بتتنسي، لكن المعلومه اللي تطبقها بتتحفر في دماغك. والاجمد انك بعد ما تطبق تشرحها لنفسك او لحد من صحابك. وصدقني مش مهم الكورس اللي اخترته مين اللي عامله، بس تكون واثق في الشخص اللي عامله وفي خبرته. والاهم انك تخلصه للاخر وتطبق عليه كل يوم حاجه صغيره، لان انجاز مشروع بسيط بايديك يساوي 10 كورسات تتفرج عليهم من غير ما تكتب سطر كود واحد. فمن النهارده انسى فكره انك تجمع مصادر ولينكات، واختار مصدر واحد بس ابدأ بيه. في سؤال بيسأله كل اللي بيبدأ برمجة: طيب أبدأ أتعلم إيه؟ ويب ولا موبايل ولا اي اي ولا جيم ديفلوبمنت ولا إيه بالظبط؟ السؤال ده لو فضلت فيه كتير ممكن يضيع منك شهور وسنين، لأنك هتدخل في دوامة من الحيرة مش بتخلص. وصدقني دي أخطر من إنك تبدأ غلط. حتى اللي هتتعلمه دلوقتي هيساعدك تاخد قرارك في أسبوع واحد بالكتير، بدل ما تفضل تايه شهور بين المقالات والآراء. خليني أقول لك الأول كده، مفيش مجال أحسن من التاني، في مجال أنسب ليك أنت، وطبعا على حسب الفرص وعلى حسب المكان اللي انت فيه. وطبعا الاختيار الصح مش بالصدفه، الاختيار الصح بالتجربه المنظمه. اول حاجه ادخل شوف فيديوهات او دور في مواقع التوظيف زي لينكد ان او وظف وغيره، واعرف المسميات والحاجات اللي مطلوبه في السوق واللي عليها طلب اكتر طبعا بالنسبه للبيئه الجغرافيه اللي انت موجود فيها. ابدا اكتب المسميات دي، ده اسمه فرونت اند، ده اسمه باك اند، ده اسمه مش عارف كده، وابدا دور عليهم على اليوتيوب، ودور على ناس زي كده بتشرح لك المجالات دي بتعمل ايه، كل مجال على حده، واعرف طبيعه شغله عامله ازاي من ناس شغاله في المجالات دي. لما تقعد تقرا مقالات ولما تقعد تشوف فيديوهات وكده، اكيد في كم مجال كده هيلمعوا في بالك، واللي هو طب ما تيجي نجربهم. في الوقت ده هتبدا بخطه 3 ايام في 3 مسارات. جرب تشتغل يومين او 3 مثلا في الفرونت اند، شوف كراش كورس بسيط على اليوتيوب وجرب معاه، وشوف احساسك لما تشتغل حاجه فيها تصميم وتفاعل بصري. انا عارف انك مش هتكون فاهم حاجات كتير من الحاجات اللي بتتشرح وبتتقال، ولكن معلش انا عايزك تعيش التجربه. بعد كده جرب باك اند، شوف هل بتستمتع اكتر باللوجيك، بتنظيم البيانات، بناء الاي بي ايز، التعامل مع الداتابيزز. جرب كمان الموبايل ديفلوبمنت، شوف لك كراش كورس مثلا فلاتر، وشوف احساسك لما تعمل ابلكيشن فعلا يشتغل على الاندرويد والاي او اس. طبعا في ناس بيكتشفوا نفسهم في مجالات تانية زي الاي اي، الداتا ساينس، الجيم ديفلوبمنت، الداتا اناليسيز وغيرهم كتير، وده بيبان لو بتحب الرياضه او عندك شغف بالتحليل والمنطق شويه. المهم انك في كل تجربه من دي تحاول تعمل ميني بروتوتايب بسيط، زي صفحه ويب ولا موبايل ابلكيشن ولا سكريبت بسيط يحلل لك داتا، وشوف اخبار السوق في المجال والتكنولوجي دي في المنطقه بتاعتك، وشوف اراء الناس الخبراء اللي اشتغلوا في كل مجال من دول وطبيعه شغلهم. وبعد كل تجربه من دول اسال نفسك سؤالين: هل كنت مستمتع وانا بشتغل في المجال ده؟ هل كنت فاهم اللي بعمله ولا حاسس اني تايه وخلاص؟ المجال اللي تاخد فيه احساس الفهم زائد متعه ولو صغيره هو غالبا المجال الصح ليك تبدا فيه. وطبعا قرارك ده مش ابدي، تقدر تغير بعد 6 شهور ولا سنه ولا حتى سنين. والافضل من وجهه نظري انك تقدر تزود وتتعلم حاجه بجانب المجال اللي انت اتعلمته ده بعد ما تشتغل وتبقى سينيور في المجال ده، تبدا تزود وتتعلم مجال تاني، ووقتها كل ده بيصب في مصلحه السي في والبورتفوليو بتاعك. المهم ما تشتتش نفسك دلوقتي، لانك طول ما في ايدك اكتر من طريق مش هتتعلم اي واحد فيهم صح. وصدقني صاحب بالين كداب. فقرارك مش محتاج شهور حيرة، جرب، اختبر وشوف دماغك، وفي اسبوع واحد هتلاقي نفسك عارف رايح على فين، ووقتها كل دقيقة هتتعلم فيها هتوصلك أسرع بكتير. وبالمناسبة لو المجال اللي شدك هو تطبيقات الموبايل، فأنا مجهز لك دبلومة كاملة هتختصر لك الطريق من الصفر لحد ما تشتغل في الشركات. هتتعلم فيها فلاتر اند دارت من الأساسيات لحد ما تبني مشاريع حقيقية: اي كوميرس، فود ديليفري اب، كويز اب، نيوز اب، شات وذ اي اي اب، وكمان سوشيال ميديا اب. وهتتعامل مع كل المفاهيم اللي محتاجها، سواء بقى فاير بيس، سوبا بيز، ريستفول اي بي ايز، ستيت مانجمنت وغيرهم. وكمان بنخليك تجهز السي في ولينكد
لينكد ان وبورتفوليو جاهز علشان تقدم للشغل. لو مهتم تعرف تفاصيل العرض الحالي ابعت لنا في اللينك في وصف الفيديو او سيب سؤالك في الكومنتات وهنرد عليك فورا. بعد ما تختار مجالك السؤال الطبيعي اللي بيجي بعده هو ابدا ابني مشاريع ازاي. ناس كتير بتبدا بمشروع واحد كبير بس بعد اسبوع تكتشف انها غرقانه ومش عارفه تكمل. السر مش في انك تبني مشروع كبير، السر انك تبني مشاريع صغيره متدرجه تخليك توصل للكبيره وانت جاهز. بص يا سيدي خليني اوضح لك، اتعامل مع التعلم كانه سلم مشاريع، كل درجه في مشروع بسيط بيعلمك حاجه جديده. ابدا ب MVP اللي هو المينيمم فايبل برودكت، يعني مشروع بسيط جدا يخليك تفهم الاساسيات. مثلا لو انت في الفرونت اند اعمل صفحه ويب فيها تفاعل بسيط وزرار يغير لك لون الخلفيه. لو في الموبايل اعمل لك ابلكيشن صغير يسجل لك تاسكات وكده. لو في الباك اند اعمل لك API بيرجع لك بيانات ثابته. بعدها ابدا طور المشروع خطوه بخطوه، ضيف عليه فيتشرز جديده، جرب تخليه متكامل اكتر، شوف المشاريع اللي زيه في السوق ايه اللي فيها مش عندك وحاول تزودها واشتغل عليه لحد ما في الاخر يبقى عندك مشروع كامل ينفع تحطه في البورتفوليو بتاعك. ودي القاعده اللي دايما بقولها وبطبقها حتى في الدبلومه بتاعتنا، ابدا صغير وكمل كبير. كل ما تخلص مشروع افتح ريبوزيتوري جديد على جيت هاب، خليه منظم، حط فيه ملف ريدمي واعمل فيه الدوكيومنتيشن. وطبعا مهم تكتب فيه فكره المشروع، الادوات والتك ستاك اللي انت استخدمتها، وصور او فيديو بسيط بيشرح شكله، لان البورتفوليو مش بس كود، البورتفوليو هو قصتك كمبرمج. لما اي شركه تشوف مشاريعك عايزه تعرف ازاي بتفكر وازاي بتتطور وايه التحديات اللي قابلتها في الحاجه دي. وانا دايما بقول مش لازم تبني 10 مشاريع كبيره، كفايه 2 ولا 3 مشاريع تقال تبين انك فاهم الاساس وبتعرف تكبر الفكره خطوه بخطوه. لو مثلا انت في الموبايل ديفلوبمنت ابدا بابلكيشن بسيط زي تو دو اب او حتى كويز اب، بعدها اعمل لك ابلكيشن فيه تعامل مع APIs زي نيوز اب، يعني بقى لو ربطته مع جيميناي زي اللي احنا عاملينه في الكورس مثلا. بعدها ابلكيشن فيه اوثنتيكيشن زي كويز او تشات اب، وفي الاخر اعمل لك اي كوميرس ولا سوشيال ميديا اب كده جامدين جدا. ده يبين شغلك الحقيقي ومستواك. المشاريع هي اللغه اللي الشركات بتفهمها، مش CV ولا شهادات ولا كورسات، كل الكلام ده قديم. المشاريع هي اللي بتتكلم عنك وهي اللي بتخلي الشركه تثق فيك، هي اللي بتقول الشخص ده مش بيحفظ، الشخص ده بيبني. فابدا النهارده بمشروع صغير حتى لو بسيط جدا، لان كل مشروع هتخلصه هيفتح لك باب جديد في الطريق لحد ما تبني بورتفوليو فعلا يشغلك. بصراحه انا عمري ما كنت هكمل لو كنت لوحدي، في مراحل كتير كنت بحس اني تايه وكل مشكله صغيره كانت بتاخد مني ايام. فاللي حواليك ممكن يخلوك تكمل او يخلوك تستسلم. وجود منتور زائد مجتمع حواليك يشجعك ما بقوش رفاهيه. تعال اقول لك ازاي. اولا المنتور الشخص اللي هو بيساعدك وبيوجهك، ولما بتعطل هو اللي بيحل لك المشاكل دي او بيساعدك تحلها. بس لازم تعرف ان المنتور ده مش ساحر ومش هيمشي مكانك ومش هيحل لك مشاكلك، مش هو اللي هيحل. بس المنتور الصح بيوفر عليك وقت وضياع بشكل مرعب. انا فاكر موقف لسه محفور في دماغي، كنت واقف في مشكله شكلها تقني وحاسس ان جربت كل الحلول، دخلت مكالمه 15 دقيقه مع حد اتقل مني سالني سؤال واحد بس، هو ليه اصلا بنحل المشكله دي بالطريقه دي، ومشى معايا خطوه خطوه. السؤال ده حرفيا اخد تفكيري لحته تانية خالص. نفس السطر اللي كنت بكتبه اتكتب بس بعقل تاني. ومن ساعتها فهمت المنتور مش بيجاوب على الاسئله، المنتور بيسال السؤال الصح وبيوجهك الاتجاه الصح. طيب حلو، اجيب منتور ازاي من غير ما ابقى تقيل ولو مش معايا فلوس ادفعها؟ طبعا الاحسن انك تشوف منتور بشكل واضح، ولو هتدفع له فلوس انا عارف معلش، بس صدقني هو شخص برضو انسان وعنده وقت. بس لو حابب منتور بشكل قطاعي ومجانا انا هقول لك طريقه بسيطه جدا. اولا شوف الناس الكويسين جدا في المجال على لينكد ان وابدا ان انت اعمل معاهم كونكشن وحاول ان انت تتفاعل معاهم بشكل عام، وبعدين في مره من المرات تعالى ابعت له رساله قول له السلام عليكم يا فلان انا كذا، واعرف بنفسي طبعا بذاكر المجال ده بقالي كذا سنه، ومفيش مانع بقى تمدح فيه شويه وفي شغله حبتين، اكسب قلبه كده وبعدين ادخل في التقيل. انا عامل مشروع صغير واديله اللينك وواقف في نقطتين محددين 1 و2، جربت كذا وكذا ولسه النتيجه للاسف كذا، ممكن اخد منك 10 ل 15 دقيقه توجيه في اي وقت لو متاح، ومش لازم مكالمه، ممكن تقول لي ايه الطريق الانسب اللي امشي فيه، وممكن ابعت لك تفاصيل اكتر عن ملخص المشكله والخطوات اللي عملتها لو حابب. شايف
الدنيا بسيطه، في سؤال محدد، حاله واقعيه، والاهم ما دخلتش قلت السلام عليكم وهربت. ساعتها نسبه الرد بتعلى جدا لانك مريح اللي قدامك ومحترم وقته. ومهم طبعا تبقى عارف حدودك وحدوده. المنتور مش مديرك ولا مطلوب يراجع كل سطر كود، دوره يفتح لك اتجاه وانت تكمل. معلش اتعب شويه. ولو ما لقيتش منتور ثابت ولا يهمك، خد منتور مؤقت، كل شهر حد مختلف تساله عن نقطه واحده، كده انت بتبني شبكه ومع الوقت بتلاقي اللي بيكمل معاك وبتاخد الفايده اللي انت عايزها. تعال بقى للمجتمع او الكوميونتي. انا عارف احساس انك تفتح ديسكورد او لينكد ان وتلاقي الدنيا دوشه، مشترك في 500 جروب ولا اي حاجه مشتته. الحل يا باشا اختار مكان ولا اتنين بس واتعامل معاهم بذكاء، دول اماكن انت واثق فيهم. على ديسكورد اختار سيرفر ولا اتنين لمجالك، اعمل ثريد لنفسك كده يومي، انا النهارده اشتغلت على كذا، وقفت هنا، بكره ناوي اعمل كذا، اي ملاحظه. على لينكد ان بوست اسبوعي بسيط جدا، سكرين شوت من مشروعك زائد 3 سطور، هدف الاسبوع اللي انجزته، اللي لسه ناوي ان شاء الله تنجزه. انت بتوثق الحاجه اللي بتعملها، هتلاقي حد يدخل يشجعك، وهتلاقي حد يستلهم منك ويحس على نفسه طبعا ويقوم يذاكر. اما بقى في الايفنتس، انا عايزك تروح تحضر الايفنتس لاكتر من هدف. طبعا هتستفيد وتعمل علاقات والكلام ده كله، بس مثلا هيبقى في ناس معينين في مجال معين، فانا عايز اسال عن احسن طريقه مثلا ابدا بيها تيستنج في الموبايل، وبالتالي انا محدد ان انا هروح الايفنت الفلاني عشان هناك غالبا هيبقى فيه الشخص الفلاني، فهساله السؤال ده. عايز اروح مثلا عشان اعمل علاقات، يمكن حد من الناس اللي قابلهم يرشحوني في شركته ولا حاجه، او يقول لي معلومه جديده عليا تفيدني. وخليك فاكر المجتمع مش مكان بتستعرض فيه قوي، يعني المجتمع مكان بتتعلم فيه بصوت عالي. اسال من غير ما تحسس نفسك انك اقل. ايوه اسال من غير ما تحسس نفسك طبعا انك اقل ولا انت قليل يعني بشكل عام، بس برضه ما ترميش السؤال باي شكل كده وخلاص وتحسس الناس ان انت اللي ما فيش منه. الناس بتحب تساعد الشخص الواضح واللي فاهم هو بيطلب ايه كويس، وطبعا بيطلب الحاجه بتواضع. مهما كان عندك من علم ما تتكبرش. وطبعا لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان نكمل ال 100,000 مشترك الشهر ده ونعمل مع بعض عظمه. المرحله دي بقى من اكتر المراحل اللي بتخوف الناس وهم بيتعلموا برمجه. اللحظه اللي تبدا تبص فيها حواليك وتقول هو انا كده جاهز ادور على شغل ولا لسه بدري؟ بس خليني اقول لك الحقيقه، انت عمرك ما هتحس انك جاهز 100% ولا حتى بعد ما تشتغل فعلا. اللي بيستنى الشعور بالجاهزيه عمره ما بيبدا، لكن اللي بيبدا خطوه صغيره بدري هو اللي بيطير قدام الكل. بص، اول شغل ليك مش لازم يبقى فول تايم ولا حتى عميل كبير، ابدا بحاجه صغيره حقيقيه. خليني اقول لك ازاي. ممكن فريلانسايه صغيره، ادخل على مواقع زي اب وورك ولا خمسات ولا مستقل ولا حتى فيسبوك جروبس او من العلاقات. ما تدورش على الفلوس في اول شغلانه، دور على التجربه والبورتفوليو. مش لازم مشروع ضخم، حتى لو لاندنج بيج او تعديل بسيط في ابلكيشن. الهدف انك تشتغل مع بشر وتتعامل مع متطلبات حقيقيه، لان اول مره عميل يراجعك، اول مره ديدلاين يقرب، اول بج حقيقيه تطلع، هنا بتتعلم اكتر من شهور مذاكره. رقم 2، انت ممكن تعمل كونتريبيوشنز في الاوبن سورس او مشاريع مفتوحه المصدر. وطبعا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديوهات قبل كده، شوفها على القناه او هتلاقيها في وصف الفيديو. دي من اقوى الخطوات اللي ممكن تعملها، مش بس عشان السي في يبقى تقيل، لكن لانها بتخليك تشوف كود ناس محترفه وتتعامل مع كود ريفيوز حقيقيه. خش على جيت هاب، دور على مشاريع بلغتك المفضله وابدا بحاجه صغيره جدا. صلح طيبه، حدث دوكيومنتيشن او حتى تعديل بسيط في اليو اي، كده انت دخلت فعليا وسط مبرمجين من كل العالم. رقم 3، انترنشيب او تريننج. لو انت طالب او لسه فريش، الانترنشيب ممكن تكون اهم من اول وظيفه. دور على شركات ناشئه او حتى مبادرات تدريبيه. المهم انك تعيش تجربه العمل الجماعي وتتعامل مع فريق. وبرضه ما تركزش مع الفلوس دلوقتي، المهم هتتعلم ازاي تسلم، ازاي تتابع المهام، وازاي الكود بيتراجع ويتنظف. رابع حاجه انا بسميها مايكرو جيكس. في كمان حاجه بسيطه جدا اغلب الناس بتغفل عنها، اعرض خدمات صغيره على لينكد ان او بين صحابك. قول مثلا انا حاليا بتعلم فلاتر وعايز اعمل تطبيق بسيط لاي فكره عندك مجانا مقابل الفيدباك. الناس بتحب النوع ده من المبادرات، وخاصه انه مجانا. ممكن تعمل ده مع المحلات اللي حواليك كمان، وانت في المقابل بتكسب خبره حقيقيه ومشاريع تحطها في البورتفوليو. المهم هنا مش انت هتبدا منين، المهم انك تبدا فعلا. اول مشروع مدفوع، اول انترنشيب، اول بول ريكويست، كل دي مش بس شغلانات، دي قفزات في مستواك. اوعى تستنى اللحظه اللي تحس فيها انك جاهز، ابدا بخطوه صغيره دلوقتي،
لان السوق هو المعمل الحقيقي اللي بيعمل المبرمج. الفرق بين مبرمج بيتعلم 3 سنين ولسه خايف يبدا، ومبرمج تاني اشتغل من اول سنه، ان التاني اكتسب خبره واقعيه مش ممكن اي كورس يديها له. ابدا النهارده حتى لو بخطوه واحده، لان اول خطوه في الشغل هي اللي فعلا بتعلمك وبتخليك تطير لقدام. خلي بالك، المبرمج الشاطر مش اللي بدا جامد، المبرمج الشاطر هو اللي كمل بنفس الجمدان سنه واتنين واكتر. اللي بيخلي ناس توصل وناس تفضل في اول الطريق مش الموهبه، لكن قدرتهم يحافظوا على المستوى والتركيز من غير ما يتشتتوا. تعال اقول لك ازاي تعمل ده بخطوات بسيطه بس بتغير اللعبه كلها. رقم واحد، الويكلي ريفيو. راجع نفسك كل اسبوع، كل اسبوع خد لك نص ساعه كده وقيم اللي عملته، ايه اللي اتعلمته فعلا، ايه اللي ما طبقتوش كويس، وايه الخطوه اللي محتاج تكمل فيها الاسبوع الجاي. المراجعه الاسبوعيه دي بتخليك دايما واخد بالك من نفسك، مش بتسيب الوقت يعدي من غير ما تشوف انت رايح على فين. اكتب ده في جوجل شيت او نوت بسيطه، حتى لو سطرين في الاسبوع، الاستمراريه اهم حاجه. رقم 2، ريفاكتور بروجكتس. نظف كودك مش بس اتعلم جديد. كتير من المبرمجين بيجروا دايما ورا الحاجه الجديده، بس بينسوا ان التطور الحقيقي مش في اللي هتتعلمه بكره جديد، التطور الحقيقي في انك تحسن اللي عملته امبارح. ارجع كل فتره لمشروعك القديم، رتب الكود، استخدم مسميات اوضح، جرب تكتب نفس الفانكشن بس بطريقه احسن، مش علشان المشروع يتغير لكن علشان تفكيرك في الكود ينضف ويتطور. دي الخطوه اللي بتخليك مبرمج جامد، مش بس مبرمج بيخلص شغله بسرعه. رقم 3، لا تقع في فخ الجديد. الفومو في البرمجه قاتل، اللي هي الفير اوف ميسنج اوت. انك تخاف انه يفوتك حاجه جديده او اداه اي اي مثلا. كل يوم فريم ورك جديد، اداه جديده، ترند بيطلع. بس خليني اقول لك، مش لازم تجرب كل جديد عشان تبقى مبرمج جامد. اعمل كده عشان ما تسحلش نفسك. حدد يوم واحد في الاسبوع او كل اسبوعين للمراجعه التقنيه. اقرا مقال او شوف فيديو صغير عن الجديد في مجالك، لو حسيته مفيد فعلا اكتبه عشان تجرب تطبقه وترجع له بعدين. لكن اهم حاجه، ما تغيرش اتجاهك كل اسبوع. اللي بيتطور فعلا هو اللي بيكمل في نفس الطريق ويحسنه كل يوم. الناس فاكره ان التطور بيجي لما تتعلم حاجه جديده كل يوم، لكن الحقيقه التطور بيجي لما بتحافظ على اللي اتعلمته وما تضيعهوش. المراجعه الاسبوعيه زائد تحسين المشاريع زائد مقاومه التشتت بيساوي استمراريه وثبات وتراكم خبره حقيقي. انت كده بتبني جبل من المهاره، مش كل شويه تبدا تاني من اول السطر. خليك فاكر، اللي بيراجع بيتطور، اللي بينظف بيتقل، واللي ما يتشتتش هو اللي بيوصل. الموضوع مش محتاج سنين، محتاج خطة تمشي عليها كل يوم، وده اللي انا مجهزه لك في وصف الفيديو على اليوتيوب. وطبعا لو عايز تركيزك يفضل عالي وتعرف تذاكر بأقل وقت وأحسن نتيجة، شوف الفيديو اللي في الجنب ده. سلام.